السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا وهو اللغة. هجاوبك على كل الأسئلة اللي تيجي في دماغك، وإيه هو المستوى المطلوب للسفر، وإيه كمان اللي لازم تعرفه عن كل مستوى أو إيه تفاصيل كل مستوى، وإيه هي الامتحانات اللي لازم تمتحنها بعد ما تخلص تعلم اللغة، إما جوتا أو تلك. فافضل الفيديو للآخر عشان الفيديو ده هيفيدك جدا. كتير بيسألوني هل ألماني اللغة صعبة؟ أنا بصراحة يا صديقي ما أقدرش أقول لك إنها سهلة، بس برضه في نفس الوقت اللي هو مش مستحيل انك تتعلمها. يعني انت بس لو ركزت لو انت بتتعلم اللغه ومشيت على بعض الحاجات الاساسيه الصح هتتعلمها بكل سهوله جدا. مفيش حاجه صعبه. طب دلوقتي ابدا منين؟ يعني انا دلوقتي ابدا منين في تعلم اللغه؟ لو انا دلوقتي لسه بادئ من الصفر اعمل ايه؟ بص يا صديقي، لو انت بادئ من الصفر حاول تركز على بعض الحاجات الاساسيه، واللي هي مثلا ركز على الجمل، ركز على الكلمات، ركز على بعض الحاجات اللي هي الاساسيه، مثلا وليكن الحروف، الارقام، التحيات. الكلام اللي هو البسيط ده المستوى الاولاني، يعني بيبقى شامله تقريبا اللي هو الاينس. والاينس ده اللي هو او بالانجلش اللي هو الاي 1. ده المستوى الاولاني، ده اللي هو بيركز بشكل كبير جدا على القواعد، على الجرامر يعني. وانت من خلال الجرامر دي هتقدر تكون جمل بسيطه في البدايه، وليكن مثلا تقدر تعرف نفسك، تعرف على حد، او تعمل محادثات بسيطه، يعني تقدر تكون بيها جمل تعيش بيها حياتك اليوميه هنا في المانيا او كده يعني. فالاينس او المستوى ده بيركز على القواعد بشكل كبير، اللي انت من خلالها تعرف تكون جمل بسيطه، تعرف على حد بيها في السوبر ماركت، او تعمل بيها محادثات مع ناس بسيطه في الشارع او كده. ده المستوى الاولاني. طبعا عارف ان النطق صعب شويه في البدايه، وده بيسبب يعني خوف وقلق كبير جدا عند بعض الناس وهي بتتعلم اللغه في البدايه. بس انا بقول لك ان ده يعني طبيعي. ده كانك بتتعلم اي لغه جديده، هتقابل في البدايه مثلا اصوات غريبه، بس بعد كده في البدايه هتستغربها وبعد كده هتتعود عليها. يعني طبعا ده مختلف عن لغتنا العربيه. يعني مثلا وليكن عندك في اللغه الالماني بعض الاصوات غريبه، بس بعد كده لما بتسمعها كتير هتتعود عليها، زي مثلا حرف الفي، حرف الدبليو بالانجليزي اللي هو بيتنطق بالالماني في. زي مثلا فاسا اللي هي ميه، او مثلا عندك حرف تاني اللي هو حرف الزد بيتنطق باللغه الالمانيه بيتنطق ست، يعني مثلا اتسايت. فانت في الاول بس هتستغربهم، بس بعد كده هتتعود عليهم. فعشان تحسن النطق بتاعك وكده حاول تركز على الاستماع. وطبعا اليوتيوب فيه في اللي هي قنوات كتيره جدا تقدر تسمعها. انا نفسي شخصيا كنت بسمع قناه اسمها ايزي جيرمان، ودي كانت حلوه جدا. دخلت الاوضه لان الهواء بره شديد جدا. زي ما قلت لكم انا بسمع قناه اسمها ايزي جيرمان، دي قناه حلوه جدا، ومقسمة كمان عندها ليستات، يعني كل مستوى عاملة له فيديوهات معينة ليه. فأنت ممكن يعني تبع المستوى بتاعك تخش تسمع، هيحسن الاستماع بتاعك جدا. ولما تحسن الاستماع بتاعك اتحسن، في كمان فيديوهات عامة ممكن تقدر تسمعها. فأنا بنصحك بالقناة دي تسمعها جدا في البداية. ولكن طبعا اختلاف المصادر في البداية، في بداية تعلم اللغة، هيشتتك كتيرة جدا. فركز على حاجة واحدة بس. طبعا أنا بنصحك جدا في بداية تعلم اللغة إنك تاخد كورسات، لأن ده هيفيدك جدا. لأن أول حاجة الانستراكتور هيبقى معاك، هيتابع معاك، هيهتم معاك في البداية، فده هيشجعك جدا. ده غير إنك هيكون معاك تيم يعني أو مجموعة في الكورس، يعني هتشجعوا بعض، هتمارسوا اللغة سوا، هتتكلموا سوا، هتعملوا أنشطة سوا. فده هيشجعك جدا، على عكس إنك مثلا تتعلمها لوحدك. إنك تتعلمها لوحدك أنت ممكن تمل منها فترة بعد فترة، وشغفك يقل وتبعد عن اللغة. فأنا شايف إن تعلم اللغة بالكورسات في البداية أفضل بكتير من إنك تتعلمها لوحدك. أفضل إنك تاخد كورسات في البداية، لأنك يعني هتستمتع وأنت بتتعلم اللغة، مش مجرد إنك هتتعلم لغة وبس، لا أنت هتستمتع بالفعل وأنت بتتعلمها من الأنشطة أو من الحاجات اللي أنت بتعملها في الكورس. اللغة الألمانية برضو عبارة عن جزئين برضو، اللغة اللي هي الفصحى اللي هي الهوخ دويتش، واللي هي العامية اللي هي أومجانج شبراخه. اول حاجه اللي احنا لازم نهتم بيها واللي هي اللغه الفصحى اللي هي الهوردويتش، ده اللي هم بيستخدموها في التعليم او الكتب او كده، او مثلا في الحاجات المهمه زي الشغل، او انت مثلا بتكتب ايميل او كده. لكن اللغه التانية دي اللي هي الامجانج شبراخه اللي هي اللغه العاميه، دي اللي هم بيستخدموها في الشارع. وبتختلف برضو من منطقه لاخرى، زي برضو عندنا في مصر، يعني مثلا اللي مثلا وليكن
اللي في الدلتا نفس مثلًا إيه، اللغة العامية اللي في مكان تاني مثلًا وليكن إسكندرية أو كده، أو مثلًا القاهرة أو كده. فاللغة العامية دي مش مهم إنك تهتم بيها في الأول وكده، إنك كده لمّا تيجي ألمانيا وتنزل الشارع تسمع كلمات جديدة مثلًا أنت كنت بتقولها كده وسمعتها حاجة تانية باللغة العامية، فأنت هتعرفها. في البداية إحنا لازم ما نركّزش خالص على اللغة العامية، أهم حاجة اللغة اللي هي الفُصحى. طَب أنت هتقول لي أنا بانسى الكلمات بسرعة لمّا باجي أحفظها وكده. أقول لك لمّا تيجي تحفظ جملة، قصدي لمّا تيجي تحفظ كلمة، حُطّها في جملة مش هتنساها، أو اربطها مثلًا بحدث أو بأي حاجة هتثبت في دماغك ومش هتنساها تاني. وفي كمان أبلكيشنات كتيرة تقدر تستخدمها تمارس اللغة عليها والاستماع عليها حل تمرينات وكده زي duolingo. duolingo ده أنا كنت باستخدمه، هو فعلًا أبلكيشن حلو. وأنت بتحل التمرينات في اللي هو الأبلكيشن اللي هو قُلت لك عليه ده اللي هو اسمه duolingo، حاول تسمع الجمل أكتر من مرة، فده هيحسّن لك الاستماع كمان. يعني أنت مش مجرد هتعرف كلمات جديدة وهتحل تمرينات، لأ بل بالعكس هيحسّن لك كمان الاستماع بتاعك. فأنت اسمع الجمل أكتر من مرة، وده هيحسّن لك الاستماع بتاعك جدًا. عادي جدًا على فكرة إنك تحس في بداية وأنت بتتعلم اللغة إنك يعني مش بتفهمهم أوي، وعادي برضه وطبيعي إنك تحس إنك يعني بتتكلم بالراحة، ده طبيعي جدًا. يعني عقلك مش بيفكر مرتين. يعني مثلا وليكن حد مثلا أجنبي أنت بيسمع عربي أو بيحكي عربي أو بيتكلم عربي، وهو أكيد هيتكلم بالراحة، فاهمني؟ وبرضه أكيد مش هيفهم كلامك اللي أنت بتتكلمه الطبيعي باللغة العربية. فبالتالي أنت هتحس في البداية إنك مش فاهمهم، وهتحس إنهم بيتكلموا بسرعة عادي. وأنت بتتكلم وتقول الجملة أو تقول أي حاجة بالألماني هتحس إنك بتتكلم بالراحة، فده طبيعي جدا. ويعني ما فيهوش أي قلق خالص. هل لازم أتعلم الألماني زي ما الكتاب بيقول بالظبط، أو هل لازم أنطقه زي ما الكتاب بيقول بالظبط؟ أي لغة يا صديقي هي مجرد يعني لغة تواصل بينك وبين الشخص التاني. فلو أنت عاوز تفهم اللي قدامك وعاوز تفهمه، فاللي هو مش شرط في البداية إنك تكون متقن للألمانية أو لنطق الألمانية. أنت مش مترجم براحة، أو اللي هو أنت مش لغتك الأم، أنت مجرد لسه بتتعلم اللغة. فمش شرط في البداية إنك لازم تنطق زي ما الكتاب بتقول. الفكرة أو المهم في البداية إن هو يفهمك، وأنت يفهم أنت عاوز تقول إيه وأنت تفهمه. دي أهم حاجة في البداية، مش شرط إنك تبقى يعني تتكلم بيرفكت أو زي ما الكتاب بيقول في البداية. والعكس صحيح، يعني احنا لسه قايلين من شوية برضو لو واحد ألماني أو واحد أجنبي بيتعلم اللغة العربية وبيتكلم عربي في البداية، هتلاقيه برضه بيتكلم بالراحة، مش بيتكلم العربي اللي هو قوي اللي هو فاهمني. نفس الفكرة برضه. فهدفك في البداية إنك تتكلم تمام، وتحاول توصل للشخص اللي انت بتتكلم معاه يعني هدفك أو المعنى اللي انت عاوز توصله له، يعني بجمل بسيطة بكلمات بسيطة. المهم أو هدفك إنك توصل له اللي انت عاوز توصله له بس مش أكتر. اللي بعد كده أو اللي هو الجرامر بتاع اللغة الألمانية يعني مختلف تماما عن العربي أو الإنجليزي أو كده. يعني ممكن تلاقي الفعل في الآخر، يعني الجرامر مختلف تماما. أنت كده هتفهمها خطوة بخطوة، يعني الموضوع مش معقد. يعني الجرامر في الألماني مش معقد قوي وهتفهمه. يعني هو مختلف عن الإنجليش بس هتفهمه في الآخر يعني. ومن الحاجات اللي بتضايق في الألماني وبتعصبني أنا شخصيا لحد دلوقتي يعني الحاجات اللي هي أدوات التعريف اللي هي الداء والدي والداس. الداء ديت للمذكر، والدي ده للمؤنث، والداس اللي هو اللي هي يعني ولا كده ولا كده. فبصراحة أنا شخصيا شايف إن دي أصعب حاجة في اللغة. عشان تريح نفسك من الحتة دي بالذات أنت احفظ كل اسم بالارتيكل بتاعه في اللي هو بالأداة التعريف بتاعته. يعني مثلا وليكن أي اسم احفظه بالأدوات التعريف بتاعه عشان تريح نفسك من المشكلة دي وما تنساهاش. في كلمات عندنا باللغة العربية احنا شايفينها مثلا مؤنث، وممكن في اللغة الألمانية تلاقيها مذكر. يعني فاهم يعني مش يعني وليكن مثلا ترابيزة مثلا احنا شايفينها عندنا باللغة العربية مؤنثة اللي هي تش، لا بالألماني دي تش اللي هي مذكرة. فدي الحاجة اللي بتلخبط. بس مع الوقت انت هتتعود وهتعرف ان يعني مثلا ديت الارتكل بتاعتها دي هتعرفها، هتتعود. يعني اللي انت لازم تعرفه ان ادوات التعريف دي مهمة جدا. يعني هتعرف قدام لان يعني في قواعد كتيرة جدا بتعتمد على اللي هو اداة التعريف بتاع الكلمة. فادوات التعريف دي مهمة جدا وخلي بالك منها من البداية. كمان وعندك اهم فعلين هتتعلمهم في البداية، واللي هما فعل هابن وفعل زاين. فعل هابن ده زي بالانجلش هاف. يعني مثلا وليكن تقول ich habe ein Buch، أنا عندي كتاب. أو مثلا فعل sein ده زي اللي هو I am am و is و are بالإنجليش. يعني مثلا تقول إيه
ich bin müde، يعني أنا أكون مُجهد، أو اللي هو I am tired يعني. فعندك دول أهم فعلين هتتعلمهم في البداية، اللي هو haben وsein. وhaben ليه استخدام تاني اللي هو بيستخدم في الماضي، بس عشان يعني ما لخبطكش في البداية، ده ليه استخدام تاني بعدين. وبالنسبة للإكسبريشن برضه، عشان تتكلم ألماني وأنت مثلا في مصر، في جروبات كتيرة جدا تقدر تتكلم عليها ألماني على الفيسبوك. ده غير كمان في ابلكيشن اسمه هالو توك برضه تعرف تتكلم عليه ألماني. ودلوقتي عندك شات جي بي تي، أنت ممكن تتكلم معاه ألماني أصلا لوحدك. فأنت لما تتكلم كتير ألماني بعد كده هتلاقي إن دماغك أو عقلك بيفكر لوحده بالألماني، مش هتفكر لسه بالعربي وبعدين لسه هتترجم للألماني. ده بالنسبة اللي هو التحدث وكده، ازاي تحسنه. بتخلص بقى المستوى الأولاني اللي هو الأ1 والأ2، بتحس إنك يعني أخدت جزء كبير جدا أو أخدت كم كبير من القواعد أو من أساسيات اللغة. ولما تدخل في الأسيفاي يعني هتبدأ تتعمق أكتر في القواعد، يعني القواعد اللي هي تبدأ تصعب شوية أو تتعمق فيها شوية. تلاقي نفسك برضو عرفت كم كلمات كتيرة اللي هو فورد شاتس، اللي هو حصيلة كلمات كتيرة، وتعمقت أكتر في الكلمات وكده. وأهم حاجة يا صديقي اللي هو أنت هتغلط كده كده، لازم تغلط عشان تتعلم. فاللي هو ما تقولش بقى أو ما تزعلش من نفسك أو كده، في البداية أنت لازم تغلط عشان تتعلم. دي حاجة يعني أساسية، اللي هو عادي يا صديقي لما تغلط مرة واتنين وعشرة وأنت تتعلم لغة في البداية، عشان المعلومة تثبت في دماغك، يعني ده شيء طبيعي. أثناء تعلمك للغة يعني هتلاقي نفسك شوية مليت، تلاقي نفسك شوية مثلا متحمس إنك عاوز تخلص كده، فطبيعي. فأهم حاجة بنصحك بيها وأنت تتعلم اللغة الاستمرارية، لازم تستمر في تعلم اللغة. يعني أنا فاكر إن أنا وصديقي حصل لنا ضربات كتيرة جدا وإحنا بنتعلم اللغة، ورغم من كده كملنا. فأنت أهم حاجة تعلم اللغة، أو عموما لأي حاجة تماما الاستمرارية. يوم طول ما أنت مستمر هتقدر تتعلم اللغة وتوصل للهدف اللي أنت عاوز توصل له في اللغة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك ودعوة حلوة. وكمان يعني قريبا هكلمكم عن باقي المستويات الألباني، وهحط لكم كمان في الوصف اللينك بتاع دولينجو، كل الابلكيشنات اللي اتكلمنا عنها، او قناة اليوتيوب اللي هي ايزي جيرمان، هحط لكم كل ده في الوصف. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.